السبب الرئيسي لاجتماعنا النهارده ان حصل لبس وحصل بيان طلع من احدى الشركات الخاصه بتدعي ملكيتها لتراث ام كلثوم واغاني اخرى، فاحنا جايين نوضح، ومعانا اصحاب الحق الاصيل شركه صوت القاهره بما لها من توكيلات من السيده ام كلثوم شخصيا هنعرضها لكم كلها، وتوكيلات من ورثه عبد الوهاب وورثه عبد الحليم حاضر عنهم، عن ورثه الفنان عبد الحليم والفنان الاستاذ عبد الوهاب، جاي الناس من الورثه عشان نعرض لكل الناس ان جمعيه المؤلفين وصوت القاهره هم اصحاب الحق الاصيل في هذا التراث الغنائي الذي دأبت شركه خاصه بعينها. في شركات اخرى لكن هذه الشركه بعينها ولن اسميها دأبت على ان هي تدعي احقيتها في ملكيه هذا التراث وهو غير حقيقي. وانتوا لانكم صناع الضمير وصناع الاعلام، واحنا من خلالكم بنتوجه للعالم العربي كله مش بس مصر، من خلالكم هنفرجكم الحقائق وهنفرجكم الورق وهنفرجكم كل حاجه.